السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معانا في مطبخ روف يوتيوب. وان شاء الله هنعمل النهاردة الشيش طاووق. يلا بس معايا بسرعة كده نعمل لايك للفيديو ونشوف الطريقة. اول حاجة هنحط معلقتين زبادي مليانين كبار. انا معايا هنا النهاردة كيلو الشيش طاووق. طبعا يستحسن يكون من الوراك لان بتبقى ناعمة وطرية في الاكل. احسن من الصدور. هنا حطيت معلقة خل كبيرة، واحط كاتشب حوالي معلقتين كبار، وهحط الملح. طبعا الملح حسب احتياجاتنا. الفلفل اسود، وهنا حطيت توم باودر، وهحط بصل باودر. تمام. بحط طبعا البهارات اللي عندي كلها اللي انا عايزاها، زي بابريكا، دي البابريكا، ودي بهارات مشكلة، وكبيبة صيني، وسماق. عايزاها سبايسي شوية بحط شطة، دي قرفة. وهنا هحط مثلا بتاع ربع كوباية زيت. اقلب كل المكونات دي كويس. اخليهم بس يندمجوا مع بعض كويس قوي. وابدأ بعد كده اتبل بيهم القطع الشيش طاووق. طبعا بكون غسلاها ونقعها في ميه بخل. هنا بعد دي التقطيعه بتاعتها ما بتكونش كبيره قوي، لانها طبعا بتتشوي، فعشان ما تاخدش وقت على النار وتكون مستويه كويس. ابدا انزل بيها بقى في الخليط اللي انا عملته، الصوص اللي انا عاملاه ده. وبحب ابيتها ليله كامله، دي حاجه مهمه جدا جدا ومن عوامل نجاح الشيش طاووق. انا ما بحطش فيها بصل، ساعات احط ميه بصل لكن مش دايما. التتبيله دي بتكون كويسه جدا. هنا قلبتها كويس وخليتها اتشبعت من قلب الخلطه بتاعتها. اغطيها بقى، لازم اغطيها طبعا، واحطها في التلاجة وبيتها بالليله كامله. زي ما انتوا شايفين كده غطيتها. واسيبها على كده في التلاجة. طبعا ده تاني يوم بعد ما طلعت من التلاجة اهو. اكون بقى مقطعه معايا البصل والفلفل والطماطم، واكون ماسكه العيدان بتاعه الشيش طاووق، اكون نقعاها في الميه على الاقل ساعتين علشان خاطر ما تتحرقش معايا. وابدا بقى الحاجه اللي كلنا عارفينها، ابدا احط الخضار، ارصه باي تشكيله. ولو عندي فلفل الوان بحط كمان، بتبقى تحفه جدا. وابدا بقى ان انا اشبك عيدان الفراخ والخضار في قلب عصيان الشيش طاووق زي ما انتوا شايفين، باي شكل انتي حباه. ده طبعا الشكل المعتاد اللي احنا كلنا متعودين عليه. انا ساعات كمان بعمل نفس الوضع كده بدون عيدان شيش طاووق في قلب صينيه، وان شاء الله ابقى اعملها لكم. برصها في قلب ورا بعضها كده بنفس الشكل كده في قلب صينيه، برضو بتطلع تحفه جدا. ما بكبس العود قوي علشان الخضار يبقى واخد من طعم الشوي كده، ويبقى كله مستوي في قلب بعضه عشان يبقى ظريف. هنا انا رصيتها على الشبكة، وحطيت الشبكة على صاجة، على الصاجة بتاعة الفرن، وكنت حاطة تحتها ورق فويل عشان الصاجة ما تتحرقش. باخد بقى من الصوص اللي انا كنت ناقعه فيه، وابدا ان انا ادهن بيه عصيان الشيش طاووق علشان خاطر الخضار ياخد من طعم التتبيله.
زي ما انتوا شايفين كده. اخد بالفرشه واسقي او ادهن الشيش طاووق كله علشان الخضار ياخد من نفس التتبيله بتاعه الشيش طاووق. واظرف حاجه يكون على شبكه علشان لما الميه تنزل على الصاجه من تحت. مش بحب اللي هو بيتعمل جوه صينيه. لا على الجريل لائمة بنفس الطريقة وتدخل الفرن نار فوق وتحت. بتطلع ظريفة جدا. هنا انا فتحت الفرن وسخنته على درجة حرارة 200. ولما دخلت الشيش طاووق الفرن عليت الحرارة لحد 220. وقلبت طبعا عيدان الشيش طاووق الناحية الوجه التاني علشان تستوي، تاخد الوشوش كلها. وبعد ما خرجت رصيتها كلها في قلب صينيه وحرقت لها فحميه. طبعا بحط كده ورقه فويل واحط فيها الفحميه، وعلشان طبعا الفحم ما يلمس الاكل. واغطي عليها كويس كده، اغطي في الصينيه كويس. انا كنت النهارده عامله جنبها بقى مكرونه، وزي ما انتوا شايفين طبق التقديم. طبعا بتبقى خدت بقى من طعم الفحم، بتبقى طعمها رائع جدا جدا يعني. بعمل جنبها ساعات رز بسمتي، بعمل مكرونه بطاطس محمره، اللي يريحك. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش في اللايك والشير سبسكرايب للقناه لو بتشوفينا لاول مره. ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.